يلا بينا يا جماعة نعمل قطايف بتاعة المحلات تحفة. احفظيها عندك لرمضان، دي أحسن طريقة للقطايف. أنا جربت طرق كتيرة، والله دي أحسن طريقة. القطايف دي مش بيتحط لها نشا. تعالي أوريكي سر من أسرار المحلات الكبيرة اللي بتباع فيها القطايف. أنا عملت القطايف دي بصراحة ما ندمتش. معايا هنا كوبايتين من الدقيق، معلقة صغيرة من الخميرة، وربع معلقه صغيره من الكربونات، وحطيت معلقتين دقيق كده من اللي انا معايراهم، وهخمر الخميره على جنب. معايا هنا نص كوبايه من الدقيق السميد اللي بنعمل بيه البسبوسه، هاتيه سايب من عند العطار، ربع كيلو كده، وشيليه عندك للقطايف مخصوص. هفضي الخميره بعد ما اتفعلت. وحطيت طبعا معلقتين سكر على الخميره، وبعدين هبتدي افضي وهضربها ضرب شديد لحد ما تنعم كده، وبعدين هبتدي افضيها حاجه ليها بوس كده علشان اقدر اصب منها وتديني الدايره مظبوط. بصي انا سخنت هنا طاسه، المهم يكون القعر بتاعها تخين عشان تديكي نتيجه حلوه. ولو اللي في الاول كده، امسحي بمنديل او بفرشه نقطه زيت صغيره جدا جدا وامسحيها، عشان بس اول القطايف بتبقى ايه، لازم اول واحده كده بتبوظ معانا. فعشان نتجنب ده اعملي الحركه دي، هتطلع معاكي زي الفل. طبعا بتسيبيها كده على النار لحد ما تلاقيها فقفقت كده وعملت الفقاعات دي كده من كل جنب، تعرفي ان هي بتاعتنا، يعني القطايف بتاعتنا ناجحه جدا. وهتعرفي كمان ان هي استوت. هتبتدي تطلعيها، تحطيها وتغطيها، هتفضل طريه معاكي جدا. وبعدين بصي انا عملت كل الاشكال، الصغيره العصافيري، والكبيره اللي بصي، وطريه جدا جدا. ممكن تلفيها كده، ممكن تقليها وهي مفتوحه نص فتحه وتحشيها كريم جانتيه. هنعمل كل الحاجات دي. الحشوه دي طبعا انا كنت عاملاها بدقيق السميد والزبيب والتمر والسوداني. ارجعي للفيديو بتاعي ده، هتعجبك قوي قوي، وانا بحفظها عندي في رمضان كده، اشتغل منها طول الشهر. بصراحة تحفة. ارجعي للحشوة دي هتعجبك. بصي انا ولا واحدة فتحت والله، ولا واحدة اتقطعت، في منتهى الجمال. خدت بقى قد ايه؟ اهم حاجة، كل الكمية دي انا قليتها في تقريبا كوباية صغيرة جدا من الزيت اللي انت شفتوني انا بحطها في الاول، دول شوية زيت صغيرين جدا. حمرت كل القطايف بالطريقه دي، لان هي ما مش هتشرب زيت، عشان دي السميد اللي فيها مش هتشرب زيت. والله ما حطيتش زيت تاني. اخر حبه بصي عملتهم يا دوب بالمسحه اللي في الطاسه، وطلعت في منتهى الجمال وخفيفه جدا جدا وما فيهاش زيت. وربنا يحسن ما بين ايديكم. والشربات بتاعها شربات الكنافه العادي، اللي هي كوبايتين من السكر عليهم كوبايه من الميه. وطبعا الشربات بيبقى بارد وهي بتبقى سخنه، وتحطي عليها كده والزياده ينزل في مصر. اشوفكم على خير ان شاء الله. باي باي.